بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه جميله جدا، وهعملها على طريقتي اللي طول عمري بعملها بيها. التتابيل التوابل اللي انا بحطها لها ومش بغيرها. هنعمل شاورما. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا ملح وبلح جوز الطيب. لا يا رب، ده كان ملح وزعتر. كان الملح وزعتر، وده جوز الطيب وفلفل. ولازم الزعتر في وصفة الشاورما دي، لازم الزعتر. يعني ما ينفعش نقول ايه نعمل حاجة غيره، لا لازم يبقى زعتر. مية بصل، خل، حتة اللحمة طبعا تكون بفتيك وانت تقطعيها، او الجزار تقولي له انا عايزة حتة لحمة هعملها شاورما، هو يقطعها لك بطريقته. انا دي حتة لحمة من عرق الفليتو، ومخليها فيها دهون كده عشان ايه تدي طعم. اهي مقطعاها بايدي، يعني ما خليتش الجزار قطعها اهي كده. هحطها بقى في التتبيله دي. جربيها بقى كده وهتعجبك جدا. هي الطريقه دي اللي انا معتمداها من زمان، ما بعملش غيرها، ولا بحط تاني ولا ماني غير كده، غير الاضافات اللي بحطها عليها وانا بسويها. تبلتها اهو. هغطيها بقى واحطها في التلاجة، حطيها بقى ساعه ساعتين كده. جبت الشاورما من التلاجة بعد 3 ساعات، وعشان تاكلي احلى شاورما حتة ليا ضاني اهو مع معلقتين مثلا زيت اهو. هنزل بقى بالشاورما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عملت كمان الكايزر اهو. مقطعه بصلايه كده رفيع قوي، هنزل بيها كده. خلاص الشاورما استوت يعني، فاضل لها تكه بسيطه قوي. انا مش عايزه طبعا البصلايه تستوي، عايزاها تقرش. يا دوبك البصلايه دبلت كده. معايا هنا عودين بقدونس، ودي قطايه عاينه منها القلب بتاعها عشان ما تنزلش ميتها كده. بقى انا هطفي خلاص. طبعا كل التوابل فيها انا ما حطيتلهاش اي حاجه، وملحها مظبوط وكله. خلاص كده طفيت البوتاجاز، واحلى شاورما ان شاء الله. احلى شاورما عملتها، صدقوني. في المحلات هي دي الطريقه اللي بيعملوها بيها، ما بيحطولهاش اي حاجه غير الحاجات اللي انا حطيتها دي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، جميله جدا. وبالف هنا وشفا الكل اللي هيعملها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. تنسونيش لايكاتكم الجميله، كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم، تسلم ايديكم وعينيكم يا احلى عيله في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.